من كام سنة كده كنت بدرب أطفال أو شباب صغيرين يعني على الحكي. هما كانوا من 8 سنين ل 13 14 سنة حاجة كده. بس كان في ديناميكية مش عجباني في المجموعة، يعني كان في طفل مختلف وكان مش بيتم التنمر بيه، بس على الأقل كانوا بيتحاشوه، ما بيحبوش يشتغلوا معاه يلعبوا معاه كده. فقعدت أفكر كتير في حدوتة تساعدني أوصل الرسالة بتاعتي، واللي هي تقبل الآخر، وإن إحنا مش مختلفين كتير للأطفال من غير ما أقولها. يعني مكنتش عايزة أقولها. اخترت الحدوتة اللي هتسمعوها كمان شوية. وسحر يا جماعة، كأني كان معايا ماجيك واند، كأني بقيت هاري بوتر. هو ده سحر الحكاية، سحر الحكي وسحر الحواديت، واللي بيخليني مؤمنة بيه جدا وحباه على أي حال. شوفوا الحدوتة وقولوا لي رأيكم. في مجرة في الفضاء الواسع، في مدينة اسمها مدينة بروتون. المدينة دي فيها إنسان آلي، بس من أول الإنسان الآلي الأول اللي اتعمل لآخر وأحدث واحد. وكان أحدث وأفضل واحد كان اسمه سين صاد 27، وكان مكتوب على لوحة على صدره: سين صاد 27 أفضل وأحدث روبوت. سين صاد كان عارف إن هو أفضل وأحدث روبوت، وكان عنده دايما شعور بالفخر كده إن هو أحسن روبوت، وكان دايما يسلم على الروبوتات التانية يعني نص نص، والسلام الحار جدا للروبوتات اللي زيه اللي هم سين صاد 27. وكان دايما يقول: يا سلام لو كل الموجودين سين صاد 27. سين صاد 27 كان مقضي أيامه كلها يعني بيتسلى مع الروبوتات، لكنه ما كانش سعيد خالص. كان مقتنع إنه مفروض كل الروبوتات السين صاد 27 يبقوا في مكان واحد. لغاية ما في يوم من الأيام وهو ماشي، فجأة ظهر باب أصفر كبير كان هيخبط فيه لولا الاستشعارات الضوئية الكهرومغناطيسية، اللي هي يعني ايه يعني. بس دايما سي صاد 27 بيحب يستخدم مفردات عالية التقنية ومجعلصة جدا. لما لقى الباب قدامه فجأة كده وبدون مقدمات، استغرب جدا جدا جدا، لكنه كمان ما كانش فاهم ايه الباب ده، وقرر يعني يشوف ايه اللي وراه، يعني مش هيخسر حاجة. وفعلا مسك أكرة الباب وفتح الباب. وأول ما فتح الباب ما كانش مصدق عينيه، كان مبهور، فاتح بقه وعينيه بتلمع، مش مصدق اللي هو شايفه. مدينة حديثة جدا جدا جدا، اللي جواها عايش سين صاد 27 وبس. وأخيرا مدينة أحلامه اتحققت، لقى اليوتوبيا بتاعته، مدينة كل اللي فيها سين صاد 27. وفعلا بقى ماشي يكلم الناس يقول لهم: انتوا مصدقين اللي احنا شايفينه ده؟ وراح ولقى فقاعة مايكرو فايبر اللي هي يعني بيت، وعاش فيه، وابتدى كل يوم يعيش في البيت ده وينزل يقابل سين صاد 27. لكن مع الوقت ابتدى يحس ان في حاجة غلط. هم كلهم شبه بعض، هم كلهم شاطرين في نفس الحاجة، هم كلهم بيعملوا نفس الحاجة بنفس الجودة. فابتدى يحس ان مفيش خصوصية، مفيش حد احسن من حد. وشوية وشوية ابتدى يحس بالملل، لأنهم كلهم برضو بيتكلموا في نفس الموضوعات وبيحبوا نفس الحاجات وما بيحبوش نفس الحاجات. ابتدى يزهق. ابتدى يفتكر الأيام اللي كان بيقابل فيها بقية الروبوتات المختلفة عنه، وإن هما كانوا دايما بيلاقوا مواضيع يتكلموا فيها مع بعض، وبالذات ته 4. أي نعم، ته 4 ما كانش حديث قوي، لكنه كان بيعرف يحكي حواديت حلوة جدا، وهو كان بيستمتع جدا 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 بالقعدة معاه. وقرر ان هو هيدور على الباب الاصفر، هو خلاص عايز يمشي من المدينة دي، زهق. وقعد ايام يدور على الباب الاصفر لغاية ما اخيرا لقاه. وقبل ما يمسك أكرة الباب ويفتحها، بص بصة اخيرة على المدينة دي، وفتح من غير تردد الباب وخرج. فسيصاد 27 لقاه نفسه مرمي على الأرض، وروبوتات كتير بتحاول تقومه. لقى قدامه روبوت أصفر كبير بيلمع، شكله جديد لسه نازل نوفي. استغرب جدا، ايه الروبوت الأصفر ده؟ وانا جيت منين ورحت فين؟ واكتشف ان هو ما خبطش في باب ولا حاجة، وان اللي خبط فيه كان الروبوت الأصفر ده. ولما بص عليه لقاه مكتوب على صدره: سين صاد 28 أحدث وأفضل روبوت.
واكتشف إن هم عملوا الروبوت الأحدث، وإن هو ما بقاش أحدث روبوت ولا أفضل روبوت، لكنه في الحقيقة ما كانش زعلان خالص. الحقيقة إنه كان وحشه جدًا، جدًا، جدًا إنه يبقى وسط الروبوتات التانية، لإن هم مختلفين ومش كلّهم شبه بعض، لكن اختلافهم ده هو اللي بيدّي طعم للحياة. وتوتة، توتة، خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. أشوفكم المرة الجاية.